فليتذكر لي زمني ما دمت ستذكرني. يا وطني الرائع يا وطني، يا وطني الرائع يا وطني، يا وطني الرائع يا وطني، يا وطني الرائع يا وطني. رفيقة إيمان محمد، قيادة المجلس العسكري لرفيقات اليبجة في إيالة الرقة. رفيقة إيمان، متى تأسس المجلس العسكري في إيالة الرقة؟ مر عام كامل على تأسيس المجلس العسكري منذ أن تأسس في المرة الأولى في تاريخ 9/6/2019 حتى تاريخ اليوم. مر سنة كاملة على تأسيس هذا المجلس. الهدف الحقيقي والأساسي من تأسيس المجلس العسكري هي توحيد القوات العسكرية ضمن الألوية والأفواج، وتفعيل دور المجلس العسكري بشكل فعال وإيجابي، وقرارات مشتركة بين قيادات المجلس العسكري وأعضاء المجلس العسكري وبقية الرفاق المتواجدين في الساحة بشكل فعال، وتفعيل دور المكاتب أيضا التابعة لقيادة قوات سوريا الديمقراطية ضمن المجلس العسكري. هذا الهدف الأساسي طبعا، والهدف الرئيسي من تشكيل المجلس العسكري أنه متابعة كافة الأعمال التي تترتب على عاتق هذا المجلس، وأهم هدف هو نسعى إليه تحرير الأراضي المغتصبة من الاحتلال التركي ومرتزقته والجهات التي تطمع في أراضينا. لقد ظهر دور المرأة في المجلس العسكري بشكل واضح في هذا العام، طبعا من خلال تفعيل الرفيقات في كافة المجالات. في الدور الأساسي لعبت دورها الأساسي في جبهات القتال، ومن ثم اتخذت دورها الفعال في المكاتب التابعة للمجلس العسكري ضمن قوات سوريا الديمقراطية. وأهم الدور التي قامت به هو دورها في مجلس عوائل الشهداء، وفي مكتب الجرحى، وفي مكتب عوائل الرفاق، أيضا مكتب الصحة، واتخذت أيضا دورها الفعال في كافة المجالات التي كانت تسند إليها المرأة في أو المكاتب ضمن قوات سوريا الديمقراطية.